في المستشفى أعلنوا استشهادي. نبض القلب من جديد بعد 10 دقائق من إعلان استشهاده والتقاط ذويه صورا تذكارية له تمهيدا لنقله من سرير غرفة العمليات إلى ثلاجات الموتى. فالصاروخ الإسرائيلي الذي تعرض له معاوية الوحيدي ابن حي الصبرا في مدينة غزة خلال محاولته إسعاف أحد المواطنين سبب له بترا في قدمه اليمنى وتهتكا كبيرا في اليسرى ومشاكل أخرى. في المستشفى أعلنوا استشهادي، وبعد 10 دخلوا أهلي وصوروني، وأنا طبعا ملقى ومكتوب علي أن أنا شهيد. تم استهداف سيارة على باب المحل، وجار الخياط اللي هو نادر الغزالي أبو محمد اتصاب في صدره، فأخذته قلت بروح بقى خليه يعمل له إسعافات أولية عبل ما يجي إسعاف أو تيجي سيارة أو شيء ناخده على المستشفى. بعد 30 متر وأنا وياه كنا ماشيين، فوقع. لما وقع صار يطلع الدم من تمه، فهذا الأثناء أنا قعدت جنبه، صرت أقول له تشاهد يا أبو محمد تشاهد، وهو بتشاهد اللي هو صاروخ تاني تم استهدافي أنا وياه وإحنا قاعدين. رغم ما حل بمعاوية إلا أنه يتمسك بمهنته ويفتح أبواب صالون الحلاقة الخاص به مرحبا بزبائنه ومتحديا الواقع الاقتصادي للقطاع بجانب عدم حصوله على راتب يعيل نفسه وأسرته. بما إني حلاق من 25 سنة ورب أسرة وما فيش أي جهة حكومية أو جهة رسمية تبنتني كجريح، فاضطريت أني أرجع لعملي. الكرسي الدوار أسهم بشكل بسيط في مساعدته بالعمل والحركة، ولكن يطالب بدعم لإتمام موائمة المكان بأكمله. فكرت أني أنا أعمل هذا المشروع، حكاية الكرسي أني ألف عليه، لكن هو الكرسي هذا لحتى الآن مش هالكرسي اللي معطيني الراحة 100%. أنا بدي أعمل موائمة كاملة للصالون لحتى أنا أقدر أرجع كمبتور. عبارة دائما بقولها، رغم الألم سيولد الأمل. يخرج من بين الألم الأمل والعمل، وينتصر بعزيمته وإرادته على إصابته، وتبقى الضحكة الممزوجة بكثير من التفاصيل التي يجهلها كثير من الناس. 25 عاما في هذا المكان كفيلة ببث الحياة من جديد في قلب معاوية وأسرته، وأن تبقى هذه المكنة تعمل وإن حاول البعض إيقافها. تامر دلول، راديو الشباب، غزة.